السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحبابي وإخواني، مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وحشوني جدا، وكل عام وأنتم بخير، وكل لحظة في حياتكم وأنتم بخير، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب العالمين، بالقرب من الله وبطاعة ربنا وبالقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعال حس معايا كده وانت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غياب 15 يوم تقريبا. النبي وحشنا جدا، واكيد احنا برضو وحشنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطاعة الجميلة اللي الحمد لله اتكلمنا فيها عن العشر الاول من ذي الحجة. والحمد لله ناس كثيرة جدا بعتوا رسائل على الموبايل، ربنا يجزيكم عني كل خير يا رب العالمين. وامتثلنا الاوامر وسنة النبي عملناها بفضل الله، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما يا رب العالمين. اخويا وحبيبي، حس معايا بالمعنى ده، حضرتك داخل بيت الرسول هدوء وسكينة، ويعني مش قادر اقول لك الجو ازاي، لكن اوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. احنا من الولاد داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فشفنا منظر جميل قوي، والمنظر ده بيتكرر كتير جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. داخلين لقينا النبي قاعد وسط الصحابة بيعلمهم ازاي ان هم ينشئوا أسرة مسلمة، ازاي يفتحوا بيوتهم على الطاعة، ازاي يأسسوا بيت على التقوى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لهم كما في البخاري ومسلم، بيقول لهم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ تأمرنا بايه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فاظفر، فوز، الحق، فاظفر بذات الدين تربت يداك. علشان كده قررنا ان شاء الله ابتداء من الليله دي، ربنا رب يجمعنا على الخير دايما، ابتداء من الليله دي هنبتدي نخش بقى في مواضيع الاسره المسلمه والبيت المسلم، ازاي نخلي بيتنا اسعد بيت في العالم زي ما كان بيت النبي هو اسعد بيت صلى الله عليه واله وسلم. فمحتاجين ان احنا نشوف الاسره المسلمه بدءا من اختيار الزوج او الزوجه، وانتهاء بتربيه الاولاد، ومرورا بقى بالخطبه واداب الخطبه والاشياء التي تحدث في فتره الخطبه، ونتكلم عن العقد وعن آداب الزفاف وعن حق الزوج وعن حق الزوجة، وهنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل في بيوت المسلمين وازاي نحل المشاكل ديت، وهنتكلم عن الأولاد وازاي بقى ان احنا نستقبل المولود. ربنا يرزق يا رب كل من حرم من الذرية، ربنا يرزقهم جميعا بالذرية الصالحة، قولوا آمين. وهنتكلم عن آداب المولود، وهنتكلم عن تربية الأولاد لحد ما الولاد يكبروا، وأتمنى إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله ماشيين معاكم في الموضوع دوت لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. أتمنى يكون ده برنامج العمر، وأتمنى يكون فعلا ليلة في بيت النبي تفضل معانا لحد آخر ليلة الواحد ينزل فيها القبر ويلقى النبي يقول له: يا رسول الله كنا في زيارتك صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة في أعمارنا، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، الزوجة الصالحة هي الأرض اللي أنت بتحط فيها البذرة عشان تخرج لك النبتة الطيبة الجميلة. علشان كده لو سألت حضرتك، لو إن واحد كان معاه 100,000 جنيه فراح اشترى أرض، الأرض ديت طلعت بور، الأرض لا تصلح للزراعة، الناس تقول عليه إيه؟ هيقولوا عليه مجنون، مش طبيعي، صح كده؟ أنا عايز أقول ان اللي بيقع في الارض دي لا تصلح للزراعة ده اقل من الانسان اللي ممكن يروح يتجوز واحدة ما عندهاش دين. فاللي ما عندهاش دين دي اشد من الارض البور، لان هي هتخرج لك ذريه ربنا يعافينا ويعافيك. فعشان كده حريصين جدا ازاي كل شاب مسلم ربنا يكرمه بزوجه صالحه، وازاي كل اخت مسلمه ربنا يرزقها بزوج صالح. اللهم زوج اخواتنا يا رب العالمين، قولوا امين. اخويا وحبيبي، قضية الزواج قضية كبيرة جدا، دي قضية العمر، دي عبادة يعني لو الإنسان يستحضرها من أعظم العبادات اللي احنا بنقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. الزواج ما هوش قضاء وطر، ما هوش قضاء شهوة، ما هوش فقط بيت بيتفتح وبناكل وبنشرب ونخلف ونربي ولادنا وبس، لا، الموضوع مش كده، الموضوع كله عبادة. احتسب كده وانت بتتجوز نيات عظيمة جدا. أنا بتجوز عشان أعيب في أخت مسلمة، وعلشان أعيب في نفسي واعرف اعبد ربنا، وعلشان ربنا يكرمني ان شاء الله واخت مسلمه يعني اعينها وتعيننا على طاعه ربنا، وعشان ربنا يكرمنا بذريه، الذريه دي تعبد ربنا وتوحد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي يباهي بهم الامم يوم القيامه نيات كثيره جدا جدا. قال صلى الله عليه واله وسلم، بصلى عليه، قال: وفي بضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال: اجل، ارايت ان وضعها في الحرام
أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. إذن المسألة ان انت بتبني بيت، بتعمر بيت على الإسلام، بتخلي البيت دوت بفضل الله بيت بيصدر السعادة للكون، بيصدر العلم والدين والتقوى والخشوع والإخلاص والتوكل واليقين، بتصدر الخير ده كله للمسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الزوجة أخوي وحبيبي نعمة كبيرة قوي، من أعظم النعم اللي ربنا هيسألك عنها يوم القيامة. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. خد بالك، لأن المسألة إيه؟ النبي عليه السلام في حديث ثاني قال: من يضمن لي ما بين لحييه ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. خد بالك، فلما تضمن بالزواج ما بين رجليك فرجك الحمد لله حصنت نفسك، يبقى ما بقي إلا اللسان وما يدخل في جوفك، يبقى كده فقد استكمل نصف الإيمان. عشان كده بيقول لك فلان اتجوز يعني كم من نص دينه، فعلا كم من نص دينه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك الزوجة نعمة عظيمة هتسأل عنها يوم القيامة. قال جل وعلا، أو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أن العبد يلقى ربه يوم القيامة فيقول له جل وعلا: عبدي ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني خليك سيدا، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل؟ فالمولى عز وجل بيمتن على العبد بأنه سخر له النعم دي كلها. فكم من ضمن النعم اللي ربنا هيحاسبك عليها إنه هيقول لك مش أنا جوزتك؟ يعني دي نعمة كبيرة جدا إن ربنا جوزك. يا رب يجوزكم جميعا يا رب العالمين، ويجوز أخواتنا ويرزقهم بأزواج صالحين. عشان كده قلت لك ان المولى عز وجل هيحاسبك على النعمة دي. حس بقى ان انت في نعمة، حس ان في غيرك من الشباب مش لاقي زوجة، حس ان في غيرك من الشباب نفسه يعيش في نفسه، ما عندوش المقدرة، ما عندوش الماديات، ما عندوش اي حاجة يستطيع ان يتزوج بها. انت ربنا اكرمك بزوجة طيبة وان كان فيها بعض العيوب. ما حدش فينا يا جماعة يعني عايز اقول ايه، حدش فينا كامل، حدش فينا كامل، كلنا فينا يعني نواقص كده، ولا بد ان انا اتحمل زوجتي في بعض النواقص وهي تتحملني. قال صلى الله عليه وسلم: ولن نتكلم بكلمة من عندنا الا بكلام المولى عز وجل وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ممكن يكون فيها بعض العيوب لكن فيها مميزات كثيرة، والعيوب تذوب في بحر حسناتها. ربنا يجمعنا واياكم على العدل وعلى الانصاف. عند الزواج نصيحتي بقى لكل الشباب، النهارده عنوان حلقة النهارده فتاة الأحلام، فتاة الأحلام، والحلقة اللي قادمة إن شاء الله بعنوان فارس الأحلام. هنكلم الشباب النهارده إزاي تختار زوجتك الصالحة، والمرة اللي جاية إن شاء الله الليلة اللي جاية نتكلم مع البنات إزاي تختاري زوج صالح يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لكل شاب: على قدر إيمانك وقربك من ربنا، ربنا هيرزقك بزوجة صالحة. ولذلك كان المثل المعروف بين الناس يقولون: من أراد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون علي بن أبي طالب. عايز تجوز واحدة زي فاطمة بنت النبي، طبعا ما فيش زيها بس بقول يعني المثال، يعني عايز واحدة في إيمانيات وفي جمال وخلق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أنت تكون زي علي بن أبي طالب. يبقى إذا المسألة محتاجة ان انت تكون ايمانياتك عالية، وكل لما تكون ايمانياتك عالية كل لما ربنا هيكرمك بواحدة بفضل الله سبحانه وتعالى بنفس الايمانيات او قريبا من ذلك، علشان تعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول لكل شاب برضه: الزواج مسؤولية. الزواج مش مجرد يا جماعة متعة، مش مجرد زي ما بيقولوا كده في الغرب شهر عسل وخلاص، يعني واخد بالك؟ لا، ده احنا عايزين الزواج يفضل العمر كله عسل. ربنا يجعل ايامكم كلها عسل في عسل، يكون عسل ابيض وما يكونش غشوش. ربنا يجمعنا ويقع الخير. قبل الجواز انت حر تعمل اللي انت عايزه، مش تعمل اللي انت عايزه بعيد عن طاعه ربنا، لا اقصد يعني ايه، ما انتش مسؤول عن حد. لكن بعد الزواج انت في واحده اتعلقت في رقبتك، فانت مسؤول عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هديك مثال بسيط قوي بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو ان واحد رايح يعوم وهيعبر المنش، فلو كان لوحده هيقدر يعوم بسهوله، لكن لو واحد اتعلق برقبته، لو ما كانش السباح ده قوي جدا وعنده امكانيات انه يعبر مش هيقدر، بل ممكن هما الاثنين يغرقوا. كذلك الزواج، لما تكون ايمانيات حضرتك عاليه جدا